أهلا وسهلا فيكم بقناة سماح كيتشن. حلا اليوم سهل كتير وبسيط، من دون سكر ومن دون بيض، وبخطوات بسيطة وسهلة. تابعوا الفيديو للأخير لتشوفوا طريقة التحضير. بالبداية رح نحتاج لتر من الحليب، حنضيفه على طنجرة ونحطه على نار متوسطة ونتركه ليسخن، ما بدنا إياه يغلي أبداً. ولبينما يسخن عندي الحليب رح نجيب الخلاط، وعندي هون بسكوت الشاي 400 جرام، رح نضيفه على الخلاط. طبعاً رح نترك كم حبة بسكوت على جنب من هال 400 جرام للزينة. وبعد ما ضفت البسكوت رح نحتاج ظرفين كريم كراميل. أنا هون استخدمت ظرفين، حضيفهم مثل ما هني فوق البسكوت، وهذا الظرف الثاني. وبعد ما ضفت ظرفين كريم الكراميل والبسكوت، هلأ حنسكب فوقهم الحليب الساخن، حنضيفه كاملاً على الخلاط. وهلأ حنشغل الخلاط ونعمل لهم ضربة. وبعد ما اختلطت المكونات عندي كلها بهذا الشكل، شايفين كيف قوامه صار وطعمته كتير كتير طيبة. وأي جات بايركس حنضيف الخليط، وحنملس السطح قد ما بنقدر ونحطه على البراد لحتى يبرد ويجمد عندي، لبينما نجهز الطبقة الثانية. والطبقة الثانية جدا بسيطة، رح نحتاج كاسة من الحليب، حنضيفها كمان على الطنجرة ونشغل النار تحته لحتى يدفى. وعندي هون لوح من الشوكولا، نسبة الكاكاو فيه 50%. طبعا فيكن تستخدموا أي نوع انتو بدكن إياه. رح أقطعه بهذا الشكل وضيفه فوق الحليب. وبعد ما نزلنا الشوكولا حنبلش تحريك مستمر، ما لازم نترك أبداً التحريك. حنضل نحركه ليدوب عندي الشوكولا ونحس قوامه صار شوي سميك، ونطفي تحته النار وبكون صار جاهز عنا. شايفين هيك صار قوامه. وبعد ما تماسكت عنا أول طبقة صارت عندي بهذا الشكل، هلأ حنضيف فوق الصوص يلي عملنا الحليب والشوكولا، حنضيفه كاملاً. وبعد ما ضفنا الطبقة الثانية اللي هي الحليب والشوكولا، حندخله على الفريزة أقل شي ساعتين ليتماسك كتير منيح. وبس شفتوه متماسك فيكن تطلعوه وتحطوه بالبراد العادي. هلأ بعد ما طلعته بدي زينه. عندي هون شوي من البسكوت تركتن، طحنتن بالكيس، دقيتن دق. وهلأ حزين الوجه تبع الشوكولا. طبعاً الزينة اختياري، فيكن ما تضيفوا، فيكن تضيفوا حبات شوكولاتة، كاكاو، ما بتفرق، يلي بدكن اياه، الزينة اختياري. وهيك وصفتنا صارت جاهزة. ما بتتخيلوا قديش طعمتها طيبة وكتير رح تعجبكن. وإذا جربتوها اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، رأيكم بهمني. وإذا كنتوا أول مرة عم بتتابعوني لا تنسوا الاشتراك بالقناة، وبشوفكن إن شاء الله بالأيام القادمة بوصفات جديدة.